السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احبابي في الله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو تعالوا نصلي على الرسول ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. اللهم ارحم امي واغفر لها هي وجميع امواتنا المسلمين. النهارده الفيديو بتاعنا هنعمل طريقة الشربات بالنعناع بطريقة سهلة بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت. تعالوا نشوفوا الطريقة. حطيت اللبانة بتاعتي على البوتاجاز بس لسه ما ولعتش عليها. حطيت فيها كوبايه ونص ميه. هحط على كوبايه ونص ميه 3 كوبايات سكر. هو الشربات بتاعي لازم يبقى مركز. هقلبه على البارد. هحط السكر بس يدوب الاول. بعدين حطيته على النار هسيبه يغلي غلوتين وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. كده الشربات عندي اهوت غلي. انا غاسله نعناع عندي مصفياه من الميه، هنزل فيه بالنعناع بتاعي. وهسيبه ايه على نار هاديه يغلي ايه مع بعضه لحد ما ينزل طعم النعناع كله. ويتقل شويه. بصوا كده خلاص الشربات النعناع خد كده غلوتين مع بعض. ده السمك بتاعه اهو اهو. لما بتسيبيه كمان شويه بيتقل عن كده اهو. في ناس بقى بتاخده وتضربه في الخلاط وبعد كده ترجع وتصفيه وترجع تاني تحطه على النار. انا بصراحه بسيبه كده وبحط نقطتين من اللون الاخضر عشان يدوني اللون الاخضر ده واقلب عليه كده بس واصفيه هو كده على طول. جربته بالطريقه دي كان حلو جدا. عايزه بقى تاخديه وتضربيه في الخلاط وبعد كده تصفيه وترجعي تاني تحطيه على النار وتحطي عليه اللون براحتك. هنصفيه مع بعض ونشوف. انا فضيته اهو في البطرمان، هو سخن بيتفضى وهو سخن على طول اهو. ده بيبقى واضح بالنسبه لكم اهو. بفضيه وهو سخن على طول وصفيته وهسيبه يبرد ايه شويه، ولما بيبرد بيتقل كمان شويه. بمقادير بسيطه، ربطه نعناع وسكر موجود في البيت والميه في البيت، وبدل ما تشتريه من بره هي حاجه بسيطه خالص وبيدي طعم العصير الليمون وانتي بتعمليه. يا رب يكون الفيديو خفيف عليكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وكومنت حلو منكم.